السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفجر الاستثمار الداجني. في الفيديو ده هنشوف مواصفات الكتكوت السوبر، او احنا بنسميها بعد ما بتكبر الفرخة السوبر. طبعا الفرخة السوبر بتبقى حيويتها زي حيوية الفرخة دي كده، حاجة ممتازة طبعا. كمان هنا ناخد بالنا ان الكتكوت ده او الفرخة دي كان كتكوتها كتكوت قب. ليه كتكوتها قب؟ لان احنا عارفين ان كتكوت القب دايما بيرمي لحمة في الصدر. بسم الله ما شاء الله على صدر الفرخة. صدر الفرخة حاجة محترمة، صدر الفرخة حاجة فوق الممتاز. طبعا تجانس في الأوزان. يعني ايه تجانس في الأوزان؟ يعني إن كل الفراخ متوسط أوزانها قريب من بعض. نوزن مع بعض ونشوف. نوزن مع بعض اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الميزان صفر اهو. نشوف متوسط أوزان الفرخة بتاعتنا كام. بسم الله ما شاء الله، متوسط أوزان 2800. طيب ناخد فرخة تاني برضو نتأكد هل في فعلا تجانس في الأوزان ولا لا. تمام، هل في فعلا تجانس في الأوزان ولا لا. ادي فرخة تاني اهو مثلا، نشوف متوسط الأوزان بتاعها. بسم الله ما شاء الله 2800 برضو. نتأكد تاني اهو. ده ما شاء الله 2800 برضه اهو. يبقى تجانس فعلي في الأوزان. ده حتى أشبه بالجرامات. يعني الفرخة تكاد تكون زي أختها بالشعراية. ادي فرخة تاني اهو مثلا. نوزن برضو مع بعض ونتأكد أكتر. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. طبعا الفرخة حيوية ممتازة. تمام، برضو 2800 بالظبط. ده مفهوم تجانس الأوزان. يعني ايه تجانس الأوزان؟ يعني الفراخ كلها بتكون أوزانها قريب من بعض. طيب ده بيحصل امتى؟ بيحصل لما أنا أكون الفراخ كلها اللي عندي اثناء فتره التحضير حصلت كلها علف وميه. كل الفراخ محصله علف وميه، وكمان انا كنت مزود مساحه سطح العلف ومساحه سطح الميه اثناء فتره التحضير. طبعا بسم الله ما شاء الله، يعني فرخه سوبر السوبر. فرخه سوبر السوبر طبعا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، فرخه سوبر. طبعا احنا بنأكد ان الكتكوت ده كتكوت قب. كتكوت ايه؟ طبعا احنا خدنا شيشنة وزن كده ولاحظنا ان ايه، ان الاوزان كلها متوسطه قريبه من ايه، من بعض. برضه نفس الكلام هنا. الفرخه دي بيسموها فرخه خلي. يعني ايه فرخه خلي؟ يعني بتتخلي بيتعمل منها البانيه مثلا وكلام زي كده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. وزن الفرخه هنا 2700. 2700. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ربنا يرزق كل ان شاء الله، كل مجتهد لكل مجتهد النصيب ان شاء الله. نخلي بالنا برضو الفترة دي احنا داخلين على فترة شتاء، فنراعي ان التهوية عندي تكون كويسة. دايما بحب اقدم نصيحة او في مبدأ انا بنشتغل بيه في التربية: الهوا قبل الدواء. طول ما انا بهوي الفرخة كويس والتهوية عندي كويسة وانا مش مكتم على الفرخة، يبقى انا كده بربي صح، يبقى انا كده مربي شاطر. لكن ما ينفعش ابقى انا عندي سوء تهوية في العنبر واجي اشتكي من الامراض التنفسيه والامراض المعويه واشتكي من غاز الامونيا. الكلام ده ما يصحش. لازم انا اجدد الهواء عندي. وطبعا في حسابات ان شاء الله الفتره الجايه هنتكلم عنها، ازاي نحسب معدل تجليب الهواء في العنبر. طبعا احنا كمؤسسه تصنيع بطاريات وتجهيز عنابر، احنا بنبقى عاملين حسابنا اثناء تجهيز العنبر. كمان احنا بيبقى عندنا في لوحات التحكم اللي احنا شغالين فيها بيبقى عندنا مخارج خاصه لتجليب الهواء او تجديد الهواء في العنبر. تمام. نخلي بالنا برضو من معلومه تانية مهمه جدا. فتره الشتاء دي بتبقى الامراض، في امراض فيروسيه بتنشط في الشتاء، فنخلي بالنا من التحصينات ونهتم جدا بالتحصينات بتاعتنا. ونخلي بالنا ان معامل تحويل الفرخ بيعتمد على مدى ارتياح الفرخ في العنبر. يعني كل ما توفر ظروف مناسبه وملائمه للفرخ، كل ما الفرخ يديك تحويل. زي ما احنا شايفين مثلا اهو، فرخه مديانه 2800 وحيويه الفرخه بسم الله ما شاء الله. الفرخه بص الحيويه اهو، حيويه الفرخه بسم الله ما شاء الله. على عكس مربي تلاقي عنده الفراخ كلها هفتانه، شبه داخله على مرحله النفوق، والقطيع عنده مدمر، ويجي يشتكي يقول اصل انا طب انت حضرتك مش موفر
بيئة مناسبة للفرخة. تمام. فانت حضرتك كمربي المفروض تبقى عارف ازاي تشتغل وضعك صح في العنبر، ازاي تشتغل بوضع صح فين؟ في العنبر. مؤسسة الفجر للاستثمار الداجني، انتظروا ان شاء الله كل ما هو جديد في مجال الاستثمار الداجني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.